الزمالك بيخسر من فاركو بنتيجه 3-0، ومش لوحدك، مش لوحدك يا اهلي اللي بتكسبني 3. فاركو هو بيكسبني 3 عادي، عشان ما تفكرش نفسك جامد يا اهلي. انت بتلعب في كاس العالم للانديه وانا بخسر من شركه ادويه وباتنين مدربين. الزمالك بيشيل الطين. لا ومش بس كده، الزمالك النهارده ولا دفاع ولا خط وسط ولا هجوم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الزمالك بيخسر من فاركو اللي في المركز ال 12 يا استاذ عمرو يا درديري. فاركو في المركز ال 12 عشان بس ما ترجعش تقول لي اصل سياتل ساوندرز الامريكي فرقه في المركز ال 11 الشرقيه للدخان تكسبها. اديك النهارده خسرت في الدوري المحلي، في الدوري المحلي من فرقه في المركز ال 12. يعني الاهلي اللي انت قاعد تتكلم عليه بيلعب في كاس العالم للانديه وانا بخسر من شركه ادويه. يا جدعان عايز تركز مع الاهلي ركز في نجاحاته. شوفوا نجح ازاي، شوف الاهلي نجح ازاي واعمل زيه. ما تعصبوناش يا جدعان. عايز تركز مع الاهلي ركز مع الاهلي، محدش قالك ما تركزش مع الاهلي، ركز مع الاهلي بس شوفوا نجح ازاي عشان تبقى ناجح زيه. لكن هتبقى مركز مع الاهلي علشان تقلل من انجازات الاهلي. اخرها الزمالك النهارده بيخسر من فرقه في المركز ال 12، والزمالك خلاص بعد ما كان في المركز الرابع ورايح ناحيه المركز الثالث بيرجع تاني مرشدير وبياخد خطوتين 3 لورا، عشان ممكن اي فرقه من الفرق اللي تحتنا بقى المقاولين بقى غزل المحله الاتحاد تكسب تبقى هي في المركز الرابع، نرجع تاني خامس بقى سادس وهاتك يا مرشديه. ارجع بس معلش انا اسف والله واسف على الدخله، بس والله العظيم من غلبي ومن زعلي على الزمالك. ارجع كده الفيديو امبارح وانا بقول المباراه صعبه على الزمالك، الزمالك وفاركو مباراه صعبه على الزمالك وسهله على فاركو. اقسم بالله كل كلمه قلتها طلعت صح، اقسم بالله كل كلمه قلتها طلعت صح. يا حسام يا عبد المجيد يا زناري خدوا بالكم من رزق حمرون. بس انا اللي غلطان، انا قلت لهم خدوا بالكم من رزق حمرون، ما قلت لهمش شكري نجيب ولا قلت لهم عمرو جمال. انا اسف يا لعيبه الزمالك، انا اسف يا جمهور الزمالك، انا اللي غلطان. انا اللي ما قلتش للعيبه امبارح في الفيديو خدوا بالكم من شكري نجيب وعمرو جمال، قلت لهم خدوا بالكم من رزق حمرون، وهو الراجل اتصاب وخرج وما كملش المباراه، نتمنى له السلامه ان شاء الله. الزمالك النهارده فاقد للهويه، الزمالك النهارده من اسوأ لاسوأ ومن سيء لاسوأ. الزمالك مفيش، الزمالك مفيش، كل الخطوط النهارده كلوز، كل الخطوط النهارده مقفوله، مفيش دفاع، مفيش خط وسط، مفيش هجوم، لدرجه ان النقطه مش عارف تحافظ عليها قدام فاركو اللي في المركز ال 12. فاركو النهارده بيكسبك باقل مجهود، قفل عليك الملعب، لعب على المرتدات 1 2 3 3-0 باقل نتيجه. الزمالك في 2023 حتى الان بيخسر من اسوان بنتيجه 2-1، بيتعادل مع الداخليه 1-1، بيتعادل مع الاتحاد تعادل سلبي، بيخسر من بيراميدز في الكاس ب10 لعيبه، بيخسر من النادي الاهلي في الديربي 3-0، بيخسر من غزل المحله 2-1، بيخسر النهارده من فاركو بنتيجه 3-0. هتقول لي ما هو كسب فيوتشر، هقول لك مباراه كسبناها فيوتشر كابتن علي ماهر اللي ملوش حظ قدام الزمالك. والله كابتن علي يا ماهر انت كده فعلا مالكش حظ. تخيل الزمالك يبقى خسران 5 ماتشات ومتعادل ماتشين والماتش الوحيد اللي كسبه يبقى بيكسبك. يلا بقى يا كابتن علي، الحمد لله على كل حال. الزمالك فين بقى؟ اللي شايف الزمالك فين او اللي عارف الزمالك فين يا ريت يقول لي. الناس بقى اللي مركزه مع الاهلي والاهلي بيلاعب فرق في منتصف الجدول وكاس العالم للمدارس ومعرفش ايه، وبتحاول تقلل من كل انجاز للنادي الاهلي لمجرد فقط انك مش عارف تكون زي النادي الاهلي. كلامي زعل ناس جدا كتير امبارح بس دي الحقيقه. رموز الزمالك بقى النادي اللي احنا المفروض بنشجعه مركزه مع الاهلي عشان تحاول تقلل من انجازات الاهلي، لكن انك تتعلم من نجاح الاهلي، تتعلم وتشوف النادي الاهلي عمل ايه عشان يبقى ناجح، ما حصلش ومش هيحصل. طول ما انت مركز على انك تدور على اخطاء للنادي الاهلي انت اللي هتنسى اخطائك وانت اللي هتقع من مشكله لمشكله. وادينا شايفين اهو الزمالك النهارده امام عاشور مش موجود، خط وسط نادي الزمالك متاكل، خط وسط نادي الزمالك النهارده كانه مش موجود. محمود حماده لاعب خط وسط فاركو النهارده وضع خط وسط نادي الزمالك في جيبه والثلاثي، مش حط بقى لاعب في جيبه. انا اعرف ان لاعب ممكن يحط لاعب في جيبه، لكن لاعب يحط 3 لعيبه في جيبه وياكل وسط الملعب لحسابه اول مره اشوفها النهارده اقسم بالله. والله النهارده اول مره اشوفها. النهارده محمود حماده لا وجود لدونجا، لا وجود لعمرو السيسي، لا وجود لسيف فاروق جعفر. هو في 3 لعيبه في الزمالك دلوقتي هقول اسمهم اتمنى والله اتمنى اني ما اشوفهمش في الزمالك تاني حرفيا. اتمنى ان ال3 لعيبه دول ما اشوفهمش في الزمالك تاني حرفيا. عمرو السيسي ومصطفى شلبي والزناري، اتمنى ال3 دول ياخدوا شنطهم النهارده ومع السلامه. انا نفسي افتكر لقطه لشلبي مش لاقي لقطه لمصطفى شلبي. يا جدع انا ما بشوفش عرقك في الملعب، انا ما بشوفش عرقك في الملعب. يا جدع حلل اللقمه اللي بتاخدها من نادي الزمالك، الفلوس اللي بتاخدها من الزمالك حللها. انا ما بشوفكش بتعمل حاجه في الملعب ملحوظه. انا شايف ان انا النهارده لو لعبت ناقص 1 ومصطفى شلبي مش موجود انا مش هحس او انا مش هلاحظ، لانه موجود زي مش موجود بالظبط.
يعني موجود زي مش موجود بالظبط. النهارده مصطفى شلبي، انا لاعب كده مصطفى شلبي معايا 4-5 ماتشات، خلاص بقى المفروض ان انا ابدا اخد من مصطفى شلبي، لكن مفيش خالص. معرفش ليه الاصرار على مصطفى شلبي، انا مش عارف ليه بجد والله العظيم. عمرو السيسي مفسد هجمات الزمالك، عمرو السيسي والله العظيم مفسد هجمات الزمالك، عمرو السيسي. عمرو السيسي المفروض انه يستلم الكرة يبقى عنده الجرأة يطلع لقدام ويعمل الكي باص او يعمل الباص المفتاحي، بلاش اصعبها عليه واقول الكي باص بدل ما يفكرني بشتمه ولا حاجه. لكن لا، هو عمال يجري ورا شعره، هو عايز يشوف شعره تقريبا، عمال يلف في الملعب، ما تفهمش هو بيلعب 6 ولا 8 ولا هو عمال كده في الملعب، بس كده بدون اي بقى ايه، بدون اي انتاجيه، انت مش مستفيد منه اي حاجه. ده كابتن عمرو السيسي. كابتن الزناري بقى، العيب يا كابتن الزناري انك كل مره بتغلط نفس الغلطه، يعني يا اما بتبص على الكوره وبتنسى المدافع، يا اما بتبص على المدافع وبتنسى الكوره. هو محدش فاهمك والله ان اساسيات المدافع ان عين على الكوره وعين على المدافع. يعني دايما لما الكوره ما تبقاش معاك وانت بتحاول انك تحجز على اللاعب اللي معاه الكوره اللي هو المفروض ان هو بيهاجمك، فالمفروض تبقى عين على الكوره وعين على المهاجم اللي معاه الكوره. لكن انت بقى يا اما بتبص على الكوره وبتنسى المدافع، يا اما بتبص على المدافع وبتنسى الكوره، وفي كلتا الحالتين مصيبه وكذا. في ماتش غزل المحله هدف في اول 5 دقائق وهدف بعديه تاني بعد غلطه فظيعه منك انت بالتحديد. النهارده هدف في اول 5 دقائق وهدف تاني بعد نص ساعه بعد غلطه فظيعه. النهارده محمود حماده بيلعب الكره لكابتن عمرو جمال. عمرو جمال بيسجل بالمناسبه، محمد شريف بيسجل، كابتن مروان محسن بيسجل. ما بتفكركش بحاجه دي يا زملكاوي؟ اكيد فكرتك وهخليها في سري، واللي فاهم يحط كومنت كده ويقول لي ايه فهم ايه. النهارده كابتن محمود حماده بيلعب الكره لعمرو جمال الخالي تماما من الرقابه على حدود ال 18 للزمالك، وكانه لابس طاقيه لخفه ومدافعين الزمالك مش شايفينه. النهارده كابتن عمرو جمال بيستلم على حدود ال 18 و4 مدافعين و3 خط وسط واقفين بيتفرجوا عليه، الراجل لابس طاقيه لخفه ومحدش شايفه، اللي هو ايه، استلم سدد الكره جول، اللعيبه اتفاجئت ان الكره في الشبكه. اللي هو ايه ده يا جدعان؟ مش بقول لك ولا خط وسط ولا دفاع ولا هجوم ولا حول ولا قوه الا بالله. الزمالك النهارده ما جاش، وفعلا لا نستحق الفوز. فوز ايه؟ لا نستحق التعادل. لا احنا فعلا الخساره هي نصيبنا اقسم بالله. ليه؟ لانه هو ده ادائنا النهارده. لا هجوم، انا مش شايف احمد سيد زيزو الكيرف نازل كده بسرعه الصاروخ، نازل لتحت بسرعه الصاروخ. مصطفى شلبي انا اتكلمت عليه بما فيه الكفايه. سيف الدين الجزيري الراجل بيحاول على استحياء، بس يعني بيحاول محاولات كده ما تفهمهاش، حنكشه، مش هنقول محاولات، حنكشه، بيحنكش. سيف فاروق جعفر بقى خط الوسط اللي تقريبا هو بينسى ان هو بيلعب خط وسط، فيا اما تلاقيه بيهاجم مع المهاجمين يا اما تلاقيه واقف ورا مع ال4 مدافعين، لكن هو بيقف في خط الوسط وان يبقى عارف مركزه فين وعارف دوره ايه، هو تقريبا بينسى. هو يا اما بيبقى نسي حاجه راجع يقولها للمدافعين بتوعه في موضوع معين قبل الماتش كده كانوا ناسيينه فراجعين يتكلموا فيه، يا اما تلاقيه قدام جنب سيف الدين الجزيري مش ما تعرفش بيعمل ايه. ده سيف فاروق جعفر. عمرو السيسي بيلف حوالين نفسه. دونجا بقى اللي هو النهارده ايه، تحس ان هو مظلوم وسط الليله دي كلها. يعني دونجا الوحيد اللي ممكن تحس ان هو مظلوم، لكن برضه عليه جانب كبير جدا النهارده من فقدان الكره لخط وسط نادي الزمالك. مش هتكلم طبعا ولا على سيد نيمار ولا على محمد عبد الشافي، والاثنين سرد باكات بتوعك النهارده ما شاء الله على الاخطاء. ومحمد عواد بقى اللي انا مش فاهم يا ابني، انت حارس كويس ولا حارس تعبان ولا انت مظلوم ولا انت ظالم ولا انت ايه بالظبط؟ هو ده الزمالك، وهو ده اللي هيبقى فيه الزمالك الفتره اللي جايه، لان ما حدش بيتكلم عن مشاكل الزمالك، كله بيتكلم عن انجازات الاهلي اللي بيحاول يقلل منها، كله بيتكلم عن تصدير الراي العام لانه كاس عالم بطوله شرفيه، واصل سياتل ده في المركز ال11، واصل اوكلاند سيتي فرقه درجه ثالثه وما اعرفش ايه، وفي النهايه الزمالك بيخسر من فرقه في المركز ال12 ب2 مديرين فنيين. النهارده الزمالك كان بيقوده في الاداره الفنيه كابتن اسامه نبيه والبروفيسور جيسوالدو فيريرا، في النهايه الزمالك بيخسر 3 نقط، في النهايه الزمالك في المركز الرابع النهارده، يا عالم بكره ممكن يبقى في المركز الخامس او السادس، ما هو ده جدول الدوري والفرق بتلعب ومحدش بيستناك. الزمالك من سيء لاسوء، واتمنى ان احنا نركز شويه مع الزمالك. اتمنى ان المفروض ان هم محسوبين على نادي الزمالك يبصوا ويشوفوا نادي الزمالك محتاج ايه. انت النهارده امام عاشور خدته من الزمالك، عوضته بمين؟ ما عوضتوش بحد. ده حتى ال3 صفقات اللي عملتهم، ال3 صفقات بالحاج وناصر منسي وشبانه، مش عارف تقيدهم، مش عارف ان هم يشاركوا معاك، وفي النهايه الزمالك اللي بيدفع كل الفواتير دي.
انا خلصت كلامي الحمد لله. هارد لك لجمهور الزمالك، لعيبه الزمالك ما تستحقش، اداره الزمالك ما تستحقش، هارد لك بس لجمهور الزمالك. واتمنى القادم ان شاء الله يكون افضل لنادي الزمالك والزملكاويه باذن الله. لو وصلت لهنا في الفيديو ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولو لسه ما عملتش اشتراك وحابب تدعمني اعمل اشتراك ولايك على الفيديو، وبس كده، والسلام عليكم.